كل من تحرش بالخليج، كل من اعتدى على الخليج من العراقيين قبل أن يكون من غيرهم ذهب وتجاوزته الأحداث، من الملك غازي ثم نور السعيد ثم عبد الكريم قاسم ثم صدام حسين. كل هؤلاء تحرشوا بالخليج، لكن الخليج بقى وهؤلاء كلهم مضوا. واليوم إيران تتحرش بالخليج ومصر تتحرش بالخليج. أنا أعتقد أن التغيير قادم لمصر ولإيران والخليج سيبقى. فبالتالي أنا أقول للمصريين وأقول للإيرانيين تحرشوا بالخليج. الملوك يصبرون لكنهم إذا ضربوا يقطعون. نبلس بجنة الله حالم، العاجز اللي حال من يرهينا، العاجز اللي حال من يرهينا، ما ننحني إلا لرب العالم وسيوفنا يحمي.